بص بالراحه بس كده، عشان انا عارف نوعيه الماتشات دي اللي بيبقى فيه خناقات كتير قوي بعد الماتش والمؤامره الكونيه وبص الحكام وبتكسبوا ازاي. انت عايز تعرف الجون التاني جون ولا لا، ولا اوفسايد، وضربه الجزاء ضربه جزاء ولا لا، المفروض حسبت علينا. انا هقول لك ضربه الجزاء والله مالهاش علاقه باهلاوي ولا علاقه بزملكاوي، انا هقول لك زي ما انا شايفها بالظبط. اصل خلاص الماتش خلص واتحسبت يعني خلاص كل حاجه خلصت. ضربه الجزاء الراجل لعب الكورنر بالهيد، جت في ايد اشرف بن شرقي مبدئيا وفتح كلام بس كده عشان انت راجل بتفهم، انت راجل بتفهم وعندك عين بتشوف عشان انا لقيت ناس غريبه لقيت ناس غريبه طالعه تقول ان الكره ما جاتش في ايد اشرف بن شرقي. بص اللي يقول لك ما جاتش في ايد اشرف بن شرقي قول له يا اما انت طبال يا اما انت راجل ما بتفهمش كوره. هي جت في ايده ومن كل الزوايا جت في ايد اشرف بن شرقي، لما تشوفها من تحت الارض من فوق من الزاويه اليمين من الزاويه الشمال هي جت في ايد اشرف بن شرقي. انا بس عايز اقول لك على حاجه، لقطه بس في الاخر قبل ما الحكم على طول يقوم حاسبها يقول لك ان كمل اللعب ما فيهاش حاجه. المعلق كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك اللقطه ب1000 كلمه، الصوره ب1000 كلمه، واظن واضحه وباينه جدا الكره جت فين. حتى اشرف بن شرقي باين على وشه، انت فاهم، هو كان كل كلامه رايح ان هي هتحسب ضربه جزاء. ده سيبك مني انا وسيبك من الحكم وسيبك من كل الناس، انا بقول لك المعلق اللي بيتفرج قبل ما الكره تحسب على طول قال لك كده بالظبط والله، قال لك الصوره ب1000 كلمه وحتى باين على وش اشرف بن شرقي ايه يعني. بص خلاص هو الراجل بيقول لك ان هي ضربه جزاء، لسه بيكمل الكلام أم والله يعني عيدها، لسه بيكمل الكلام ان هو بيقول ضربه جزاء، فاضل له 3 ثواني ويقول لك ضربه جزاء. لا الحكم قال لك كمل اللعب، قال لك بالفعل ما فيهاش اي حاجه او مغير كلامه، بس المعلق نفسه بيقول ضربه جزاء. انا هقول لك مبدئيا هي لمست في ايده، جت في ايده، واللي يقول لك غير كده اقول له انت راجل ما تتكلمش في الكوره تاني، جت في ايده. فكره بقى ان انت تقول لي الوضع التشريحي لما جت من صدره لايده وخبطت من تحت لفوق مش عارف ايه، قشطه دي وجهه نظرك انا ما عنديش مشكله، انما انا كراجل اهلاوي الكره دي لو حصلت من الاهلي وجت في ايد المدافع بتاع زد انا هقول لك تحسب ضربه جزاء وواصيح. وازاي ما اتحسبها؟ ماليش دعوه يا باشا، جوه ضرب جوه منطقه الجزاء وجت في ايده تحسب. انت ما فيش حاجه اسمها الوضع التشريحي والجيولوجيا هنا، وانت عارف ان انت الاهلاوي لو جت مش هتقول لي معلش اصل الوضع التشريحي جت في صدره وجت في ايده، لا انت مش هتعمل كده. انا مش بقول لك هي ضربه جزاء، انا بقول لك ان هي جت في ايده، هي جت في ايده 100% وباينه. في حكم بقى يحسبها، حكم ما يحسبهاش، فار يقول لك تمام، فار يقول لك لا، فار يقول لك الوضع التشريعي، فار يقول لك لا ماليش دعوه جت في ايده انا هحسبها، خلاص دي مش قصتنا. انما هي جت في ايده جت في ايده، انما انت تقول لي 100% اصل جت في صدره فجت في ايده فلازم ما تحسبش، لا عادي تحسب. لو اتحسبت مش هقول الحكم انت راجل ما بتفهمش ولا انت عايز الاهلي يخسر، لا عادي جدا، عادي جت في ايده مش هتقدر تتكلم، فخلاص هي ايه. فعشان نلخص الموضوع لو كانت حسبت ضربه جزاء ما كانش حد يعرف يتكلم، بس ما تقوليش ان هي ما فيهاش، لا هي فيها ضربه جزاء عادي جدا، وان هي ما اتحسبتش عادي الحكم قال لك الوضع التشريحي فخلاص عدت. ده بالنسبه لضربه الجزاء بكل امانه هي جت في ايده، لو اتحسبت ما كانش هيبقى عندي مشكله خلاص. والله العظيم والله بص اللي هلخص لك بيها كل حاجه، هلخص لك بيها كل حاجه، اتفرج على منظر بن شرقي في الوقت بتاع الفار ده قبل ما الحكم يقول لك ان هي مش ضربه جزاء، هتلاقي اشرف بن شرقي كانه واقف ومتاكد وعارف ان هي ضربه جزاء، واقف متضايق وعارف ان هي ضربه جزاء. اشرف بن شرقي نفسه عارف ان هي تحسب ضربه جزاء وان هي جت في ايده وان هي ما فيهاش، هو اشرف بن شرقي نفسه استغرب والله، ومعلق استغرب ان هو ما حسبهاش. فيعني بس عشان نلخص من غير كلام كتير ومن غير صداع ومن غير الزياطه بتاعت الناس الاهلاويه اللي بتحب تزيد في اي حاجه، هي بنسبه مثلا 60 70% تحسب ضربه جزاء، انما اتحسب ما فيهاش بس عادي يعني انت فاهم. فاللي هي ايه كده يعني خلص ضربه الجزاء. ضرب الجون الثاني بقى اللي انا مش فاهمه، انا مش فاهم. سيبك من اللقطه الثانيه، سيبك من لما الحارس صد الكوره وبن شرقي راح خد الكوره وجري، زيزو كان واقف في الاوفسايد شارك في الكوره ولا ما شاركش، هو شارك او ما شاركش، الكوره لمسها ولا ما لمسهاش، كده زيزو ما كانش اوفسايد في اللقطه دي. اللي هي اللقطه الثانيه، اللقطه اللي بن شرقي اداها لطاهر محمد طاهر دي كده. انا بتكلم على اللقطه الاولى بقى لما بن شرقي بصل زيزو وزيزو شاطها واتصدت، انا شايفها اوفسايد، انا شايف ان زيزو سابق اخر مدافع سابقه. انا ما اعرفش بقى حوار الرجلين ده والخطوط ممكن يكون على ملي ولا على الجزمه اكبر من الجزمه، بس يعني انا مش عارف. انا شفت الكره الاولانيه اوفسايد وفي الاعاده شفتها اوفسايد، هم بس ما عرضوش تقريبا الخطوط، انا مش عارف هم ممكن يكونوا عملوا الفار على اللقطه الثانيه انا مش عارف، بس الباصه الاولانيه انا متاكد ان فيها على الاقل 50 50 ان زيزو اوفسايد.
انا عارف بقى، بص انا عارف نوعيه الكومنتات، انت عاوز تقول ان احنا مش عارف ايه علشان تتقال وعلشان مش عارف ايه. لا هو مش لازم عشان الواحد يبقى اهلاوي يقعد يقول لك ما فيهاش حاجه مش ضربه جزاء والجون جون واي حاجه تتحسب لنا ولينا كارتين حمر ولينا مش عارف ايه. ما مش لازم يعني، خلاص احنا كده كده كسبنا 2-0، فانت تطلع تقول اللي حصل، تطلع تقول اللي انت شايفه، انت راجل بتفهم كوره قول اللي انت شايفه. فانا بقول لك الجون الثاني انا يعني انا مش عارف ليه ما اتحسبتش اوفسايد في اللقطه الاولانيه، ممكن يكون فعلا مغطي، والكره الاولانيه 70% ضربه جزاء 70%. خلاص ما تسحبش، انا راجل مبسوط يا عم، انا نفسي كل المطوشه يبقى عليها ضربات جزاء ما تتحسبش، والله العظيم هتبسط، ونفسي كل الماتشات يكون لنا اجوان اوفسايد وما تتحسبش يا عم، ده حاجه تبسطني والله، انا مالي، انا عايز اكسب وعايز اتبسط وعايز اجوان كتير، بس اطلع اقول لك اللي انا شايفه. المهم ده ماتش حلو، لان دي من الماتشات الرخمه اللي احنا بنلعب فيها زد ده فريق رخم في العادي، ان هو بيبقى بيرخم علينا، فيعني الحمد لله اني عدت. يعني بص في ماتشين غير الفرق الكبار، في ماتشين انا ما بحبهمش، زد والبنك الاهلي، فان انا اكسب زد 2-0 دي اصلا مش حاجه عاديه. زد فريق رخم وبيرخم علينا فحلو. بعدين معلش في حاجه تاني صغيره، انا عارف ان انت هتتريق عليا، والله انا كراجل بعمل محتوى كوره ومتابع الاهلي، بص يعني تفاصيل حاجات ما حدش يعرفها، وما اعرفش ان عمر الساعي في الاهلي. والله ما اعرف ان عمر الساعي في الاهلي، لقيته بينزل يعني. انا مش مركز مع التشكيل الاحتياطي، ما شفتش مين اللي في احتياطي، ما بصيتش لدرجه ان انا وعمر الساعي نازل، انا اتفاجئت ان عمر الساعي يعني احمد رضا عارف بص انا عارف القايمه كلها، بس عمر الساعي لقيته نازل ومصمم يجيب اجوان وعمال يشوط، مش فاهم عمر الساعي بيلعب ونزل وعمل مش عارف عمر الساعي ده جه امتى. بس يعني عموما الاهلي حلو النهارده، انا مبسوط. هنتكلم طبعا في التقييم واحد واحد بعد كده، بس هو في لاعب خانقني قوي، واكيد هو خانقك وخانق كل الناس، المفروض ان هو حلو ومستنيين منه كتير، بس هو لسه لحد دلوقتي ما جاش. بس تمام 2-0 بدايه دوري عظيمه، اول ماتش كسبنا، تاني ماتش كسبنا، حلو قوي. نكمل بقى على كده يعني، محتاجين 3 4 5 6 ماتشات نكسبهم تاني على التوالي عشان نبدا نقول ان احنا كده ايه بنشتغل شغل نضيف، وان الراجل اللي اسمه عموته ده ظبط الدنيا.